ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ خلينا في الفيديو ده كده نتكلم عن شويه تفاصيل عن الجزء الجديد او الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق. الفتره اللي فاتت سمعنا كلام كتير جدا ان الجزء الثالث بتاع الفيلم ده اتكتب وخلاص هيتم التصوير بتاعه قريب. مبدئيا كده الفيلم ده هيتم تصويره على حسب كلام المخرج طبعا في شهر اكتوبر اللي جاي، يعني كده كلها كام يوم والفيلم هيتصور. الجزء ده هيشارك فيه كل ابطال الجزء الاول والثاني، مع عوده طبعا الابطال اللي مثلوا في الجزء الاول بس ما ظهروش في الجزء الثاني او ظهروا في مشهد واحد بس، زي عندك مثلا سيد رجب ومحمد لطفي. وهيكون موجود في الجزء ده آسر ياسين بشخصيه الشايب اللي المفترض هيكون واحد من اعداء ولاد رزق. اتقال طبعا من فتره كبيره ان شخصيه الشايب دي هيتعمل لها فيلم لوحدها، والمفترض ان يكون الفيلم ده اتكتب كمان، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي اخبار ان الفيلم ده هينزل امتى. ومن كلام المخرج قال ان دور آسر ياسين في الفيلم هيكون عباره عن ضيف شرف، ولكن طبعا نتمنى ان دور آسر ياسين في الفيلم يكون اكبر من كده شويه. وهيكون برده في الفيلم ماجد الكدواني، بس لسه مفيش اي تفاصيل عن دوره هيكون عامل ازاي. ده بالنسبه للنجوم اللي اتعلن عنهم لحد دلوقتي. واضح كده ان الجزء الثالث من الفيلم هيكون مختلف عن الجزء الاول والثاني، ده لان هيئه الترفيه السعوديه هتساهم او هتساعد في انتاج الفيلم ب 3 مليون دولار. ده غير كمان ان معظم مشاهد الفيلم هتتصور في منطقه البوليفارد. وكمان اتقال ان في الجزء الثالث هيشارك فيه نجم عالمي، بس هيشارك فيه كضيف شرف. ما تعلنش طبعا لسه ان النجم ده هيكون مين بالظبط. في ناس كتيره بتتوقع ان النجم ده ممكن يكون بويكا، ولكن اتمنى بصراحه يكون نجم تاني. مش كل مره كده نبقى عايزين نجيب نجم اكشن اجنبي نجيب بويكا يعني. بس هي دي كل التفاصيل اللي اتقالت لحد دلوقتي عن الفيلم. الفيلم ان شاء الله هينزل في 2024 وبنسبه كبيره كده هينزل في موسم الصيف. فقول لي بقى، هل انت شايف ان الجزء الثالث هيكون احسن من الجزء الاول والثاني؟ وهل برضو انت شايف ان فيلم ولاد رزق الجزء الثالث هيبقى اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه ولا لا؟ وبس كده، ما تنساش طبعا في الاخر تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.